بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متتبعات متابعين قناة الطنز الرباطي مع أمل. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. جيتكم بفيديو جديد إن شاء الله. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. عندي هاد جليليبة في الكحل غير هي التصوير ما عطاش حقها. كحل في الكحل، هاد الرشيمه ديال السلاويه انا غنشاركها معكم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه، وكذلك مرحبا بالناس القدام. كنقول لكم مرحبا بكم داركم، وان شاء الله يكون درس مفيد ان شاء الله بالنسبه للاخوات المبتدئات. ونبداو على بركه الله. عندنا بالنسبه لهاد الورقات هادو كنديرهم بالدقه، وهنايا بتدوار المرمى، وهادو عليفات عاديين. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لايك. الله يجازيكم بخير ومرحبا بكم. نبداو على بركه الله. بالنسبه للناس اللي كتصدعوا من الماكينه يحبسوا الصوت، وبالنسبه للناس اللي كيتعلموا وبغاو يستافدوا يخليو الصوت باش يسمعوا ان شاء الله الملاحظات ديالي. ونبداو على بركه الله. بسم الله. بالنسبه دابا لهاد الرشيمه على شكل السلاويه، كندير لها الاطار ديالها باش نخدمها مقاده. بالنسبه لهنا غنديروا هاد الوريقات، يمكن لكم تخدموها هي الاولى، اللي بالنسبه للاخوات المبتدئات يخدموها هي الاولى وعاد يخدموا الجناب. بالنسبه للاخوات اللي متمكنات من المرمى ومن هذا من الخدمه، يعني راه كيما خدموا هذه كيما خدموا هذه. المهم كديروا الاطار ديال هاد الرشيمه وكتخدموا، يعني باش ما تفوتوش هاد الاطار، ما تدخلوش لهنايا، تخدموا غير على برا. هانتوما بالنسبه لهاد الوريقات هادو كناخذ واحد العرض في الماكينه، وكنبقى غادا وكندير المرمى ونجيبها بحال هكا. ملي كنقرب نسالي الوريقه كنبدا نقص العره تدريجيا. انا هنا خدمتها وكندير المرمى ونجيبها. يمكن لكم تخدموها حتى بالدقه، كتجي بحال نفس الشيء. بالنسبه لهنا ونخدم عادي. ديما كنوثقوا الخيط. بالنسبه لهاد الوريقه لاحظوا معايا هانتوما كنخدم بحال شكل التشنيف. كندور عادي، دوره عاديه ماشي تدوار المرمى. كنبقى ندور بحال غندير التشنيف، غير هو خدمه صغيره، يعني ماشي قد التشنيف. بالنسبه للخدمه ديال هذه باش تجيكم في هذا الشكل هذا، لاحظوا معايا كنخدم بحال هكا جهه، وكندور المرمى ونخدم الجهه الاخرى معاكسه باش كتجينا الخدمه على هذا الشكل هذا. ما كتجيش ديك الخدمه العاديه البلديه، كتجي روميه. غير تبعوا الفيديو ولاحظوا. هانتوما انا هذا كنخدم من هنا لهنا نفس العرض. ملي كنقرب نسالي الورقه اللي كنقص العرض تدريجيا. هاد الورقه كتجي بحال شكل تدوار المرمى. كنخدموا جهه ونعاودوا ندوروا ونخدموا الجهه الاخرى، كتجي مزيانه بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي باقي ما كيتقنوش تدوار المرمى. دائما كنوثقوا الخيط. بالنسبه هنا كنديروا عليفات. كنبدا رقيق، كنجي حتى الوسط ديال العليفه ونعرض ونرجع مباشره. ملي كنوصل لنص العليفه كنرجع مباشره. ها نرجع
لاحظتوا انا رجعت اون فوا توصلوا للنص ديالها، تعرضوا داك العرض الكبير، بداو ترجعوا. بالنسبه للاخوات المبتدئات دائما ديروا خط في الوسط باش كتخدموا كل جهه بوحدها. انتم لاحظوا معايا لاحظتوا انا خدمتها بحال هكا. غندور المرمى ديالي نخدم الجهه الاخرى. لاحظتوا الاخوات كيف كتجي هاد الورقه، يعني كنخدم غير هكايا تشنيف غير صغيور، وهنا كنطول باش نكمل الورقه. كندور المرمى ديالي وندير هذه في الاتجاه الاخر باش كتجي في هذا الشكل، كتجي جهه مقابله مع جهه، كتجي الورقه زوينه. غنخدم كما خدمت في الاول، كندور الاطار على هاد الرشيمه د الوسط وكنخدم الجناب، واللي ما متمكناش تخدم الوسط عاد دير الجناب. انا خدمت نص الورقه، كندور المرمى كنخدم النص الثاني. هاد القيس غنخدمها عاديه. هنا كندرقق كنعرض، هنا انا هبط نص العرض، هنا كندير رجوع، يعني كنبدا رقيق كنهبط بنفس العرض، ملي كنقرب نسالي كنبدا نرجع تدريجيا. لاحظتوا هاد الورقات كي كيجيو زوينين. انا كندور المرمى ونخدم النص الاخر. كنجي حتى لهنا كنخدم هنا رقيق، كندور ونخدم هنا على شكل تشنيك غير صغير. هانتوما الاخوات يمكن لكم تبداو من هنا، كيف يمكن لكم تبداو من هنا على حسب نتوما وكيفاش ارتحيتوا في المرمى ديالكم. غير انا الاخوات ما كنعرفش نخدم بشويه انا غنحاول نخدمها بزربه حيت هذه فيها شويه تدوير المرمى، ما تعرفش نخدم بشويه. دائما كيف قلت لكم بداو من هنا وغاديين، وانتم كدوروا ملي تشوفوا راسكم هذا حبسوا، غير ما تحيدوش رجلكم داك العرض وكملوا. انا هذه غنبدا من هذا الاتجاه الاخر. دائما ملي كنبغيو ندورو نديرو تدوير المرمى كنعاودو نرجعو للور بحال هكايا ونعاودو نكملو. لاحظوا معايا
مكونات سهله كنمشيو عادي. لاحظتوا معايا يعني خدمتها من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه. نتمنى هذا الدرس يكون مفيد لكم الاخوات. ما تنساوناش من لايك وتعليق، ودبلوا لنا التعاليق. الله يجازيكم بخير، الله هو سبحانه وتعالى هو اللي غيجازيكم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.